صباح الخير على حسب التوقيت اللي انت بتشوف فيه الفيديو. النهارده معانا فيديو جديد يخص الشاشات الاندرويد. الشاشه اللي معانا دي من نوع الاف واي تي، وزي ما انتم شايفين فيها مشكله في الشاشه عماله تطفي وتولع كتير. العيب ده هو عباره عن ايه؟ العيب ده عباره عن ان البانل بتاع الشاشه وصله يعني في لود عليه. طيب محتاجين نعدل القصه دي، نعدلها ازاي او نحل المشكله دي ازاي؟ حلها بسيط جدا، هو ان احنا ندخل على السيتنج، ومن الفاكتوري هندخل على حاجة اسمها باك لايت ادجستمنت. تاني دي اسمها باك لايت ادجستمنت. الباسورد بتاعها بيبقى 5768. ده مسؤول عن ايه؟ ده مسؤول عن شدة الإضاءة في حالة الماكسيمم وفي حالة المينيمم. طبعا هنا احنا معلينها على الآخر. ده هدفه ايه؟ هدفه ان احنا او السيتنج دي عبارة عن ايه؟ السيتنج دي عبارة عن شدة الإضاءة اللي نوصل لها لما نعلي ونوطي الإضاءة من هنا. احنا طبعا في الشاشة بنقدر نستخدم الجزء ده عشان نقدر نعلي ونوطي إضاءة الشاشة. ده وظيفته ايه؟ وظيفته انه يحدد اقل درجة نقدر نوصل لها واعلى درجة نقدر نوصل لها. طيب في حالة ان احنا قللنا جامد كده، الشاشة فصلت خالص وكأنها مش شغالة. طيب لو احنا علينا الإضاءة قوي كده وجينا هنا علينا جامد كده، ايه اللي بيحصل؟ انت كده مدي او يعني هحاول اقول مثال بس هو مش في محله قوي، بس يعني هنحاول نقول مثال عشان الناس تاخد بالها ايه اللي بيحصل. انت هنا بتضغط على الشاشة بكامل قوتها، فاللي بيحصل ايه؟ بيحصل ان الليدات مش مستحملة كل الطاقة دي، ما ينفعش، مفيش حاجة بتشتغل بكامل قوتها على طول. فبالتالي لازم نعمل الماكسيموم ده نقلله شوية علشان ما يبقاش فيه لود على الشاشة. طيب هنقلله لغاية قد ايه؟ نقلله لغاية ما احنا نكون شايفين كويس. يعني سي مثلا انا ممكن هنا في الإضاءة دي ممكن اوصله مثلا ل 80% او 80% يعني ده الماكسيموم. والمينيموم احنا ممكن نخليه لغاية مثلا 30 عشان برضو تبقى واضحة، وندوس سيف وندوس كونفيرم. كده لما احنا نقلل الإضاءة جامد هتقل معانا. طيب ولما نعلى بالإضاءة جامد عمرها ما هتعدي ال70. نرجع تاني باك. هو كده سيف خلاص الإجراءات اللي احنا عملناها. ولما نيجي نقلل خالص عمره ما هينزل عن الرقم اللي احنا حددناه، ولما نيجي نعليه قوي عمره ما هيعلى عن الرقم اللي احنا حددناه، وبالتالي المشكلة تتحل. اتمنى لو الفيديو عجبك تعمل لايك للفيديو، ولو اول مرة تتفرج على القناة يا ريت تعمل اشتراك في القناة، وما تنساش تفعل زر الجرس علشان يجيلك اشعارات بالفيديوهات الجديدة اللي هننزلها ان شاء الله. شكرا.